احنا كل يوم نذكر ونستذكر العنف ضد المرأة ايش، والذهنية اللي دامت 5000 سنة على ذهنية المرأة، عفوا على يعني على المرأة بشكل عام من قبل ذهنية الرجل. هي احنا نستذكرها ليش؟ لأنه هالشيء هذا موجود ولحد الدقيقة موجود. طبعا احنا نعرف كعادات وتقاليد عشائرية، سواء كان مكون عربي او مكون كردي او كل المكونات بشكل عام الذهنية موجودة. يعني طبعا هي عنف بذاته، احنا ما نقول انه بس عنف انه عنف قتل، لا، هو العنف الاساسي هو عنف الضرب، صح نعم، بس ولكن له اسباب. طبعا احنا كعشائريه هساعتين يمكن باستثناء يمكن ما يكون موجود ضرب، ولكن بموجود تعدد الزوجات، بموجود زواج القاصر، بموجود الحيار هو زاد عنف. اليوم وقت يحيرون بنت لمده 5 أو 6 سنوات أو 7 سنوات لشخص يكون متزوج، هذا ايضا زاد عنف احنا نعتبره. شيء ثاني زاد ايضا تعدد الزوجات، هو ايضا زاد عنف يمارس على المراه، يستغلون المراه بالمراه، يصير هيك تكسر المرأة، تصير تكسر المرأة. ليش؟ طبعا هي كمرأة كجوهر المرأة مو موجود هالشيء هذا، ولكن باسم الذهنية الذكورية يستخدمون هالشيء هذا. وعندنا شيء ثاني هسه الحادثات قاعد تصير حيل، عندنا القتل باسم الشرف، ايضا زاد هذا عنف. يعني اليوم قبل ما يعرفون ايش القصة، قبل ما يعرفون البنت مظلومة ولا لا، قبل ما هالشيء يمارسون العنف على المرأة او البنت، يقتلونها مباشر، وحتى الشخص اللي يكون معها ويكون نفس اللي سوى هو وياها ما يعاقبونه ابدا ولا حدا يقتله، ويمكن هم ينطونه تكلفه ويسافرونه على غير بلد في سبيل ما يصير معاشي. هذا ايضا عنف. احنا كمرأة بشكل عام قاعد نعاني من هالشيء هذا، واحنا قاعد نوقف. احنا وقت اجتنا حركة المرأة والإدارة الذاتية، احنا حسينا اجتنا اليوم مظلة ان احنا كمرأة يعني بشكل عام، خاصة المرأة العربية، اجتها مظلة، اجتها شيء دافع لها، سند لها ولجسمها ولظهرها ولكاملة تقدر تحمي نفسها به. طبعا احنا حركة المرأة هي حركة القائد اعتمد على المرأة، واحنا اكيد لو ما يعرف ان المرأة عندها الجوهر الاساسي والدافع الاساسي والقوة الاساسية، ما اعطى يعني مفهوم واعطى حركة هي حركة المرأة. ونتمنى لكل مرأة تبقى حرة، لانه احنا لسه ما نقول عن نفسنا متحررين ابدا. مثل ما ذكر القائد، إذا توجد مرأة غير متحررة احنا ما نذكر عن نفسنا ابدا متحررين. طبعا نتمنى الحرية لكل مرأة، سواء كان عربية ولا كردية، بكل المكانات، مو بس شمال شرق سوريا، بكل المكونات، بإيران خاصة نستذكر هالشيء هذا، ونتمنى الحرية للنساء بإيران، ونتمنى الحرية للقائد، وإن شاء الله نقدر نسير على نهج ودرب القائد عبد الله أوجلان. المرأة في القديم يعني كانت تحت إطار العادات والتقاليد البالية التي فرضتها العادات والعشائر والمجتمع اللي حصرها ضمن بيت، إنها كمربية وآلة للإنجاب محصورة، يعني مو من حقها الطبيعي لا بالتدريس ولا بالأخذ حقوقها على أكمل وجه. المرأة كانت تتحلى على دور الإسلام، كانت المرأة مقدسة، كانت المرأة تأخذ رونقها على أكمل وجه، بس ولكن المرأة نست حقيقتها من وراء العادات والتقاليد اللي فرضها عليها المجتمع من وراء الجهل. أما حركة القائد اللي عملها لا يعطي المرأة حقها الطبيعي، أنها هي أساس المجتمع وهي إنجازات الحضارة. وهاي الحركة اللي مشت فيها المرأة نقول قفزة حيل ناجحة، بس احنا نقول احنا مشت المرأة، تقدمت لخطوة لقدام ضمن نجاحاتها، ولكن لسه بأمور لسه احنا من خلال التوعية اللي نعطيها بين البيوت والجولات اللي نعطيها بين القرى، من فرضا في ناحية الهول والقرى المجاورة، نحاول نصل لآخر مرأة معنفة. احنا ما نقول لسه يعني قضينا على العنف ونقول، ولكن قدرنا نقضي على شيء بسيط، ولكن يراد لها شوية مبادرة، شوية إنجازات، دعم للمرأة، والمرأة لازم هي تدعم نفسها بنفسها.